السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهارده هنتكلم احط السعر في الاعلان ولا ما احطش السعر في الاعلان. طيب خلينا مبدئيا نتفق ان السعر ده مش رقم بحطه كده وخلاص، لا. هو سلاح استراتيجي وتسويقي، ممكن استخدمه صح وممكن استخدمه غلط. طيب، لو انا اتخيل مع بعض ان احنا مطعم بيقدم وجبه مختلفه بسعر مختلف، اقل من المنافسين في السوق. يعني انا حواليا مثلا مطاعم مختلفه وبتقدم ميلز او وجبات شبه بتاعتي، لكن انا الوجبه بتاعتي السعر بتاعها عرفت اخفضه او اقلله بشكل معين للكاستمرز او للعملاء بتوعي. فهل احط ده في الاعلان ولا لا؟ طبعا احطه بشكل واضح وصريح وبخط كبير، ان المطعم او الوجبه ديت عليها اوفر او عليها عرض، كانت بكذا وبقت بسعر كذا، او وتحطها على السوشيال ميديا عادي برضو على البلاتفورمز او المنصات. لان ديت ميزه تنافسيه. يعني ايه ميزه تنافسيه؟ ده الكومبيتيتيف ادفانتج، يعني حاجه انا بلعب على السعر هنا. الكومبيتيتورز او المنافسين حواليا مش عارفين يعملوا الموضوع دوت، فلازم اظهر الموضوع دوت في الاعلان بتاعي. طيب برضو نتخيل مثلا دخلنا محل لبس ولقينا مثلا باي 1 جيت 1، او عروض مثلا اللي هو اشتري واحد واحصل على التاني مجانا، او اشتري بمبلغ مثلا 2000 جنيه واحصل على خصم مثلا 200 او 300 جنيه. فبرضو الموضوع دوت هبينه بشكل واضح وصريح للناس في الاعلانات بتاعتي، لان هو الكاستمر العميل بيحس بالذنب لما يشوف حاجات زي كده وما يشتريهاش. ليه؟ لان هو السعر هنا كان عامل جذب ليه. طيب، امتى ما احطش السعر؟ انا تخيل بقى منتجات اسمها المنتجات البريميوم، يعني منتجات بتعتمد على الجودة والتجربة، سواء سلعة او خدمة. مثلا نتخيل ان في اللي هي طبعا لوي فيتون مثلا، اللي هو بتاع الشنط دوت، عمره ما هيحط الاسعار على يعني على المنتجات بتاعته هو او في الاعلانات بتاعته. يعني لازم الاول انك تقتنع بالمنتج وتعرف ليه هو السعر هيبقى غالي، والموضوع يخش دماغك. مثلا يعني إن الجلد مثلا جاي من كذا، الكونتري اوف اوريجين او بلد المنشأ كذا، فعشان كده انا غليت السعر، او يعني السعر مختلف عن المنافسين. فاول لما تقتنع ممكن انك حضرتك تشتري. فديت هنا ما احطش السعر في الاعلان بتاعي. نتخيل برضو ان طبعا برضو الايفون الايفون مثلا ممكن يبقى مميز نفسه بالبراند دوت عن الاندرويد، موبايلات الاندرويد اللي بتستخدم اندرويد مثلا، ان هو براند نيم معين، فعمره ما يحط برضو في الاعلان بتاعه السعر بتاعه، لانه ممكن الناس تتخض ان هو غالي. فهيبتدي الاول الناس تقتنع بالفيتشرز او المميزات بتاعه البرودكت دوت، وبعدين هيبتدوا يشتروه. طيب في الخدمات مثلا هنلاقي لو مطعم، احنا قلنا في المطعم لو هنلعب على موضوع الميزه التنافسيه في السعر، وان انا اقدر اخفض السعر بتاعي في المطاعم العاديه طبعا، هنبينها في الاعلان. لكن نتخيل مع بعض الفاين دايننج ريستورانت، او اللي هي المطاعم الفاخره، ديت بتعتمد ان هي بتديك تجربه مختلفه. اللي هو الشيف اللي بيطبخ الاكل دوت شخص مختلف. هنلاقيه برضو الجودة بتاعت الأكل، الكواليتي بتاعت الأكل مختلفة، في موسيقى، في ديكوريشنز مختلفة. فأنت لازم برضو الأول تقتنع إن ديت هتبقى تجربة مختلفة إنك تاكل في المطعم دوت، وبعدين هتعرف السعر بعد كده في الإعلان. لكن ما تحطش السعر طبعا في الأول. طيب الخلاصة إيه؟ الخلاصة لو أنت الميزة التنافسية في السعر هتكتب السعر في الإعلان، لكن لو المنتج بتاعك بريميوم أو لازم تجرب الجودة بتاعته الأول أو التجربة تشوفها، فأنت ما تحطش السعر وخلي العميل الأول يقتنع، وبعدين هو هيعرف ليه السعر مختلف أو غالي شوية يعني عن المنافسين. ده فيديو النهاردة، لو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي إن شاء الله.